كل عام وانتم بخير وعيد أضحى سعيد على الجميع، ويا رب دايما في أحسن حال. زيزو أهلاوي وأبوه أهلاوي. رسميا الأهلي يعلن عن كابتن زيزو لاعبا بالفريق الأول لكرة القدم. صفقة كبيرة بس للأسف موعدها أو موعدها ما زعلني. كنت أتمنى إن الأهلي يأخر شوية الإعلان، ما يبقاش في أول يوم، ده يوم عيد ربنا منع في الصيام حتى لاكتمال فرحة العبد يعني. فكنت اتمنى ان الاهلي ياخر الاعلان شويه لجماهير الزمالك، مش للاداره. انا عارف ان ما بين الاهلي والزمالك على مستوى الادارات مصنع الحداد، والاداره بتاعت الزمالك وقفت كتير في مصلحه الاهلي في قرارات وتاجيلات مع بيراميدز ضد الاهلي. فانا اتفهم الرد بتاع الاداره ان ده بيرد على ده عادي، بس كنت اتمنى ان نعمل حساب للجمهور اللي بيعيد وفرحان وملوش علاقه بالقصص دي كلها، ما تنغص عليه يومه يعني. الجمهور ده برضو انا بلومه ان صفقة زيزو برمتها زي ما بيقولوا او من اولها لاخرها، والفشل الذريع للادارة في التعامل مع الصفقة، سواء ان هو يبيعه ويستفيد منه او ان هو يخليه في الزمالك وما يروحش الاهلي. سببها الجمهور العاطفي اللي خلى الادارة مش عايزة تبيعه عشان ما يتقالش ما اسفارته فيه ولا عرفت تحافظ عليه، وفي الاخر راح الاهلي. العاطفة يا جماعة غير مطلوبة. العاطفة في الإدارة غير مطلوبة. الإدارة حافظت على شكلها وعايزة تحافظ على رصيدها وأصواتها عشان لو في جمعية عمومية تاني، وكذلك بترضي الجمهور على حساب النادي اللي خسر. يعني لما يبقى أنت عندك إمكانية تبيع زيزو ب5 مليون دولار وما تاخدش منهم جنيه عشان خاطر ما تمشيهوش وخايف مني للجمهور، غلطة إدارية كارثية. النقطة دي اللي جمهور الزمالك بيقول على جمهور الاهلي فيها ان هو مالوش عزيز ومش عارف ايه. لا، هو ما فيش حاجه اسمها عزيز، هي في حاجه اسمها مصلحه النادي. انا مصلحه ناديه رقم واحد، لا زيزو ولا شيكابالا ولا وسام ابو علي ولا اللي هيفيد ناديه. احنا كنا بنهاجم محمود الخطيب مهاجمه قويه جدا قبل الصفقات، وكنا عايزين نمشيه وقعدنا نقول مجلس فاشل مع انه عمل شغل حلو يعني. بس النادي، فجمهور الزمالك لازم يكون انتوا الدليل والمسار اللي بتعرفوا الاداره. لا بيع مش عارف ايه، خصوصا ان الاداره عامله حسابكم في القصه دي جامد. الموضوع كله خسر فيه الزمالك كتير، والزمالك بصراحه ما يستحقش الخساره دي. الزمالك فريق كبير وعظيم. وكل عام وانتم بخير يا احسن جمهور.